اسم الحركي قنديل عوينة. اسم المدني أحمد محمد زقيط، مواليد 83. بالبيت احنا 12 واحد، 6 بنات و6 شباب. أنا كنت درست للصف السادس. بطلت من المدرسة، كنت أشتغل بالأرض، يعني وضعنا كان شوي صعب. اشتغلنا هون، صار شوي من القامشلي صار محل شوي. طلعنا على الشام أنا والبنات أخواتي. أنا كنت معانا وأخوي كان عسكري. أنا كنت صغير كمان، مو كبير حيل. ومن الشام اشتغلنا، رحت بعدين انطلبت على العسكرية، رحت عسكري كمان بالشام، ورجعنا كمان اشتغلنا. صرت اشتغل على تاكسي، شوفير تاكسي. ظليت تقريبا شي 8 سنين على تاكسي. بال 2014 13 يجينا من الشام، يجينا هون، كان هنيك حرب شغالة بالشام، يجينا هون على القرية. كمان لقينا زاد قدامنا جيش حر مع جيش حر، تعرفين انت من المنطقة يعني. أنا كنت جبت تاكسي معي، اشتغلت على خط الكورنيش شي تقريبا 8 شهور. بعدين فاتوا الدواعش على قريتنا، حرقوا بيوتنا، قرية عوينة تل معروف، ذول حرقوهم. قعدنا بالقامشي شي تقريبا 4-5 شهور. بعت التاكسي، عمرت بين يمكن غرفة ومطبخ. قريتنا كلها فلاحين، القرية كلها فلاحين. كانوا 2 منضمين، أخوي وواحد ابن جيراننا، منضمين سريا يعني. مو كانوا منطقتنا حوالينا كلهم دواعش. اي شوي شوي بي ورانا تلة اسمها تل النصر، بيها الرفاق. كل نهار يجون على القرية، هم ما حد يعرف انهم منضمين. كل نهار ياخذوا 1 2 3. وعاد انا عرفت انهم هم مداومين هناك. عاد هم شكوا هذول الدواعش انه قريتنا صارت مع الرفاق. عاد حرقوا القرية، طلعوا اهل القرية منها، قعدوا بالخزنة حرقوه. عاد صرنا عاد احنا شلون فورا مشينا مع الرفاق، اخذنا سلاح ومشينا، دافعنا عن حالنا يعني. دفاع عن يعني كملنا على ابو قصايب، معركة ابو قصايب، بعدين على تل حميص، بعدين حملة تل برك. قعدنا بتل برك شي 4 شهور، قعدنا شفنا مآسات يعني من الدواعش، ودول كانوا ضرب شغال على طول احنا وياهم. بعدين رحنا على حملة فيلات الحمر. أول ما انضميت أنا، انضميت الطابور الشهيد شورش بالسيحة. وقت انضمينا قال بناخذكم على بروردة، مشان بروردة سياسية، وهم تعلمون على سلاح زاد، بروردة عسكرية. رحنا والله، سوينا يمكن هذيك المرة 40 يوم، ما كملناها كمان، لأن كان في هجوم. كان شوية الوضع مخربط يعني، تل معروف مع تل معروف. اي سوينا دورة عسكرية، سوينا دورة سياسية. عندنا القائد دورة يعني ايديولوجية، يعني تعريف عن السلاح والسياسة، ودورات عن شلون التعامل يعني مع الشعب، يعني بكرة مع متعامل مع سلاحك، شلون بدك بكرة تفوت، ما بدك تفوت تحرر، ما بدك مشان تعرف تتعامل مع الشعب يعني.
خلصنا الدورة مشينا إحنا على الحملة تبعت الحميس، مشينا وإحنا رفاق ورفيقات يبوجة كان طابور الشهيد زيلان. مشينا بالحملة لتل برك. تل برك قعدنا هنيك كنا طابور واحد، نقطة إحنا كنا 20 واحد وكان معنا 8 رفيقات، هذا معنا بنفس النقطة، نطلع حرس كلياتنا مع بعضنا، يصير هجوم مع بعضنا، كل شيء يعني على طول مع بعضنا، ومشينا على حملة الحسكة كمان فيلات الحمر كمان مع بعضنا. هذا وقت كنا إحنا شفنا شوي صعوبات بتل برك، كان أيام مطر، كان أيام مطر بالنقطة ما كان في نقاط، كنا ناخذ الحافل نتغطى بالشول، يعني المطر كله فوقنا، يعني هو وقت يصير مطر الدواعش كانوا يهجموا علينا، بس تمطر الدنيا راح يصير هجوم. تصوب منا رفاق كثير كانوا يضربونا هاون ونحن بالشول، ما في لا نقاط لا شيء، ما كان عندنا نقاط، نشتبك احيانا بين بعضنا. تصوب معنا رفيقات، تصوب معنا رفيق شو اسمه واحد حلبي اسمه ازاد، كان معنا رفيق من حلب. لبين ما ظبطنا وضعنا جابوا تركسات سوينا نقاط، بس احنا حمايه حتى مو نقاط، بس انه ساتر. لبين ما شوي تطورت الامور كان عندنا سلاح كان في عندنا سلاح، في عندنا سلاح كويس يعني، بس ما كان عندنا حمايه نحمي حالنا. لبين ظلينا تقريبا شي 15 يوم احنا بالشول برا، ما نقدر حتى نقعد بقريه، كانوا القريه تفوت عليها تلاقي نصها دواحش. ايه لبين ما ظلينا بتل برك شي شغله 4 شهور، مشينا على حمله الفيلات الحمر. الفيلات الحمر اجينا لقينا داعش اخذ الحسكه كلياتها، كانوا تقريبا 400 عسكري هذول تبع النظام ميتين، احنا وقت فتنا اخذناه الفيلات الحمر كانوا ميتين ملقوحين بالارض، يعني حتى هنا الجثث عم تاكل فيها كلاب. نسوي مكان لحالنا نفضي نسحب جثث من البيوت نكومهم نغطيهم عشان نقعد بمحلهم بس. ظلينا بحملة الفيلات الحمر شهرين لبين ما وصلنا لي عند الفلاحة قرية المعروف، عاد وقفوا الحملة، وقفنا تقريبا شي شغلة شهرين ومشينا عند حملة الهول. كان حملات موجودين معنا ومعنا رفيقات كمان، كنا احنا شلون كانوا ياخذونا على الدورات، بس ما ياخذونا على دورات يعني طويلة، لأنه يعني ما في مجال للدورة يعني تطول مثل شهر شهرين. كان معنا رفيقات، كنا قليلين احنا، ما الطابور كان 20 25 واحد، يظلوا مثل 10 بالنقطة 15 و10 ينزلوا على البيت مثل أحيانا. أحيانا ننزل ما نظل نهارين ثلاث يقولون صار هجوم، نروح فورا نلتحق لأنه النقاط شوية كانت ما بذيك القوات يعني كل نقطة ما تلاقين بيها 20 30 واحد، بعدين تطورت الأمور الطابور صار يوصل 70 واحد 100 200. وكنا احنا كنا بخندق واحد احنا والرفيقات، رفيقات اليبوجة كانوا معنا على طول، يعني مثلنا مثلهم حالهم حالنا، واكثريتهم هن كانوا هن يطلعوا كمين قدامنا، لانه كانوا هن اكثر شيء هن على القناصات على الدرابيل الليليه شغله. ومشينا عندنا حملة الهول. حملة الهول مشينا اخذنا حقل تشرين، بعدين اخذنا قرية شلالة، بعدين مشينا اخذنا الشركة الصينية. الساعة 12 بالليل في قرية بجنب الشركة الصينية اخذناها، بس ما سوينا عليها ساتر، اخذناها الساعة 12 بالليل. الساعة 6 الصبح بعثونا سيارة مفخ، السيارة في قدامنا نقاط، في حاجز كمان، عدت من عند الحاجز، مرقت من عند الحاجز وما فجر حاله، وجت اتجاه تبعنا صاحوا سيارة نطلع السيارة مصفحة، اجت على أول نقطة ضربوها ما فجرت، شافت النقطة تبعتنا احنا انه في مجال لسه ما في عليها ساتر، فاتت على النقطة تبعتنا فجرت 3 بيوت. تصاوبوا رفاق معي، واحد روبار واستشهد شهيد مالك، وتصاوب هفل دينو
تصوبوا تقريبا عندنا إصابات خفيفة، تلاقي أربعة إصاباتهم شوية قوية، وواحد استشهد والباقي كله يعني شظايا يعني. عاد أنا شالوني، أنا صحيت على حالي، كنت بوادي، كان رفيقاتي يبغى اثنين معي، حتى عم يشدوا راسي بيشمر، فكوا شدوا راسي كمان مرة ثانية نزيف. عاد من القامشلي الرفاق أخذوني على باشور، تعالجت هنيك، ظليت 4 شهور بباشور. سووا لي عمليات، طلعوا شظايا. رجعت كمان على سوريا، ظليت هون شي تقريبا 6 شهور. رجعنا النوبة، أخذوني على المشفى كمان بباشور، ركبوا لي عين اصطناعي. وتصوبت أنا من فتت هذا، بعرف واحد يصوب يستشهد، قال الحمد لله إنه صوبت، راحت عينك تروح رجله، ما بي مشكلة، هي حرب، بدها يعني واحد يخسر. الحمد لله إنك رجعت، لو حتى بدون رجلين عادي، بس إنك رجعت ما فيك شيء يعني، ما بي أي مشكلة. أنا شفت إصابات غيري، وأنا بالنسبة لإصابتي وقت أطلع على غيري أقول إصابتي يعني سهلة، بس في غيري ما له إيدين ما له رجلين، أنا إصابتي سهلة. هسه أنا وضعي صحي كويس، أقدر أسوق سيارة، أقدر أروح وأجي، ولا صحيح عيني راحت بس تعودت، يعني كأنه عيني مو رايح خالص. كنا ننزل إجازة، أحيانا يروحوا معنا 3 4 ينضموا معنا، مو نحكي لهم على الرفاق وشغلة يشد. في عالم مدنية راحت معنا قاتلوا معنا أسبوع ويرجعوا على البيت، واحيانا يحكوا معنا يقول تعالوا خذونا، نروح يطلعوا معنا حرس يقاتلوا معنا مدنيه، حتى مو عساكر زين، بس يروحون معنا، بس نجي ناخذهم يركبون لحالهم تلقائيا، نعطيهم سلاح يمشون معنا. كانوا كثيرين يروحون معنا بدون انك عسكري او شغله، يروحون تلقائيا كل ما ننزل اجازه نضم معنا 3 4 ناخذهم معنا. فت على البرورده 30 يوم، كانوا معنا احنا 42 رفيق مدنيه تبع استاذيه تبع دفدن، دورة سياسية عن حقوق المرأة، عن الدفاع عن المشروع، المكونات، عن الأمة الديمقراطية، عن الدفاع عن المشروع اللي فهمت من الدورة يعني، وإيديولوجية عن القائد، عن حرية الشعوب. سويت الدورة 30 يوم، تخرجت من الدورة، رجعت هون واستلمت إدارة هون بيت الجرحى تبع شلاغة، ظليت تقريبا شي 5 سنين شلاغة هون. أنا وقت داومت هون ظليت 5 سنين هون. احنا كل جمعة عندنا بالوردة، كل جمعة عندنا بالوردة ساعة ساعتين نقري كتاب القائد، مرة مرتين نخلص الكتاب. وبعدين رحت على دورة برا بالطبقة، زاد ظليت شهرين سياسية تبعت الكازيين تبعت بيت الجرحى، كمان ظليت شهرين هم سياسية تبع الجرحى. ووقت رجعت كمان من الدورة تبع الطبقة، كمان سوينا هنا دورة تبع فدرسيون، زاد 15 يوم. وكل جمعة كنا نقرأ كتاب القائد، كتاب الأمة الديمقراطية، كتاب هذا كيف نعيش، كتاب الشهيدة شو اسمه جيندا. كنا ناخذ دروس، نقرأ كتب، يعني إذا ما في شغل واحد يقرأ كتب، يقرأ له بالنهار يشوف شنو المصطلحات، أحيانا بين بعضنا يعني. كل جمعة نعطي دروس، كل جمعة واحد يعطي درس من الرفاق الجرحى، مشان يفهم الدرس واللي مقابله يفهم. إيه عاد دورات أنا مسوي تقريبا 3 دورات سياسية وواحدة عسكرية كمان، هذا أول ما انتسبت. رحت عدينا، طلعت من هون رحت على الحميس، وقف على الجوهرية تبع حماية المجتمع.
ظليت تقريبًا سنة ونص الخميس. رجعت هون الرفاق بعثوني كمان على شغل على تكنيك الهرم تبع دير الزور. ظليت كمان زاد سنة ونص. رجعوا إنه بسحبوني من هنيك جابوني هون أوقف على الصحة تبع الرفاق. هلا عم أوقف على الصحة علاج الرفاق، إيش يلزم ملتزماتهم شغلة هيك نودي على الرفاق على المشفى، نجيبهم حدا عنده مشكلة علاج. يعني ننتبه، يعني ندير بالنا على بعضنا، يعني إحنا نخدم حالنا بحالنا. عندنا هسه رفاق قاعد نعالجهم فيزيائيا. عندنا رفاق يلزمهم تصليح مثل رجلين بتركيب تبع الأطراف، نوديهم كمان الأطراف. رفاق بدهم مثل أغراض، نودي لهم أغراض، نجيب لهم أغراض من المشفى. همنا رفاق اللي على شغلهم هلا، مثل واحد عنده مثل رجله أحيانا رجلينه مثل سيليكونة أو تخرب وشغلة، نروح نظبط وضعه، نظبط رجله، نحاول شلون ما كان قدر الإمكان نظبط وضعه. إصابتي أنا تعني لي، أنا أفتخر بإصابتي. أنا مو أحكي أنا حالي، أنا هسه حتى اللي حواليا بالقرية عندي يعني يفتخرون بإصابتي، يعني مو بس أنا، هم يعني يقدروني العالم غادي. وقت يشوفوني يعني بيزلم كبار أكبر مني تقريبا عمرهم 60 70 سنة، وقت يشوفوني يحترموني، على إصابتي يحترموني. يقول هذا ضيع مثل عينه كله مشان العالم، مشان الناس اللي قاعدة يعني كثيرين. وضع إصابتي يعرفون ليش صوبت أو شغلة هيك، يعني كلهم يقدرون إصابتي. يعني بالمنطقة بعالم ما كانت تتقبل مثل المشاكل هذه، ما كانت تقبلنا، بس هسه أنا تقبلوا. أكاديمية الشهيد دشتي سويت فيها دورة أنا، ظليت 45 يوم. كنا ناخذ دروس يعني من الساعة 7:30 نفوت على دروس للساعة 12. كان دروس كل يوم واحد يصير يعني هو يعطي درس من الرفاق، من عدا ما مستوي اللي يجي. احنا كمان مشان نقوي حالنا، مشان قرايه ما قرايه. يعني قضيناها 45 يوم. فهموا انه المرأة يعني مجتمع زاد بدون المرأة زاد ما يمشي حاله. يعني تقريبا هي الأساس، إذا كان مجتمعيا بالقتال ولا بالبيت، هي أساس. أول أسبوع ما كنا تعرفين، مشان الدورة عشان شوي صعبة. بعدين تعودنا على الدورة، نطلع حرس بالليل بنفس الدورة. بالنهار أنا صرت مثل ما تقولين بالدورة تيم قوميتان، نبدل حرس بالليل، دروس بالنهار. بناس يعني يصير صوباي مشان البرودة ما برودة. كنا جرية مقطوعة لحالها، يعني كنا ناخذ دورة احنا كنا مصابين. الرفاق احنا كنا 25 واحد بس، في ناس رجلينهم مقطوعة، في ناس ايدينهم حسب الإصابة. يعني قضينا ال 45 يوم، تعودنا على بعضنا. وقت خلصنا الدورة اه، يعني مثل ما تقول واحد ضاق خلقه على الثاني، نقول والله خلص بسرعة، يعني يا ريت مو مخلصة، يا ريت ظلينا بالدورة، يعني أقل شوية النوم. هسه احنا مثل تبعثين حدا تقول روح على الدورة، يقول لك أنا ما أروح. بس يروح على الدورة يتعود، يقول إذا في دورة ثانية أروح. يعني واحد ما يحس بالوقت. صحيح دروس كل النهار بس ما تحسين بالوقت. تونس يعني تشوفين من كل المناطق، تشوفين رفاق. هذا من الرقة، هذا من منبج، هذا من كوباني، هذا تعرفين عالم كثيرة يعني. أنا صابتي تعودت عليها، صابتي كأني كأنه عيني مو رايحة يعني. صحيح مركب عين اصطناعية بس تعودت عليها يعني خلاص.
إصابتي هذه أنا صحيح يعني تصاوبت، بس كأني مو متصاوب يعني. تعودت الحمد لله، وضعي زين، يعني الإصابة كويسة. بالنسبة لي يعني إصابتي كويسة. يعني صحيح حسينا برفاق يعني إيدهم رايحة ورجلهم رايحة، أهمهم واحد، المهم بس واحد عقله يظل شغال. صحيح هسه إحنا بالعكس، هسه إحنا تو بلش شغلنا قاعد نشتغل أكثر. فوق الإصابة قمنا نشتغل أكثر، لأنه هسه تو بلش شغلك، لأنه أنت لازم تشتغل. وقت أنت تشتغل يشوفونك مصاب، غيرك يقول طلع هذا مصاب قاعد يشتغل، ليش أنا ما أبي كل شيء؟ ليش ما أشتغل؟ بالعكس أنا إصابتي من الإصابة وجاي أنا صرت أشتغل أكثر. كنت قبل أنا مو فاهم كل شيء، من الصوبة وجاي من الدورات شغلة زي أنا قمت أفهم كل شيء، أقدر أدافع عن نفسي. أي شغلة تصير أقعد بمجلس يصير حكي أقدر أدافع عن نفسي. يعني واحد يحكيني كلام أرد له 10 كلامات. يعني تقويت بالعكس، على إصابتي يعني تقويت أكثر.